الإسلامي. أرحب بكم من مكة المكرمة والمدينة المنورة، أرحب بكم ترحيبة الأخ لإخوانه، أرحب بكم وأطلب منكم وأحثكم على عقيدتكم الإسلامية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. سيدي خادم الحرمين أنه بالفعل حريص جدا 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 على المواطن، وسمعتها قبل أن أتشرف بثقته في هذا المنصب وبعده، ويمكن سمعتوه الله يطول عمره من عندي ومن يسمع، أنه كان يوصينا كلنا بحضور اسمه سيدي ولي العهد وأمراء الشرقية والمدينة المنورة. إذا كان سمعتوه وش قال؟ قال المواطن والمواطن والمواطن. الله ما اعتاد. الله لا يحيينا منك طول عمرك. الله يطول عمرك خفيف، لكن ان شاء الله توجيهاتكم الله يطول عمرك. ثاني شيء الشهود نبارك لهم ونحرصهم، وهم يعني ما يحتاجون على الحرص، يعني خدمة الدين والوطن والشعب كان أهم من شيء. هذا أهم شيء، شعبكم خلوه راض عنكم. والشيء غير عادي أنتم تعلم به، يعني العدل والإنصاف والحق يعني لو كان على يعني ابنك ولا على أخوك. وإذا أول شيء الشرع. أطلب من إخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة، وتحطون بين عيونكم ربكم 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 اللي ما بينكم وبينه أي فرق. أرجوكم وأتمنى لكم كل التوفيق، وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا، أرجوكم. وبالأخص يعني أخص بهذه يعني وزير الخارجية سعود الفيصل، مثل ما يعني قلنا أول، ويعني أنا سمعت منك أنك سفرانا يعني يكونون يستقبلون صغير يعني المواطنين وكبيرهم.